الدم ده انا هموت ولا ايه؟ في فرح اتربيت في وسط الناس مش كويسين. فتحت عينيا على الدنيا وانا شايفة عيشة كلها قرف في قرف. يا راجل ديوس مشغل اخواتي كلهم فتيات ليل، كل يوم يطلعوا بالليل يرجعوا على وش الصبح. طبعا هو بيكون مستنيهم علشان يلم الفلوس اللي جابوها. ده انا كنت صغيرة جدا وما كنتش فاهمة اي حاجة بتحصل حواليا. ما في يوم صحيت من نومي واكتشفت اني بلغت. طبعا انا ما كنتش فاهمة اي حاجة. اختي الكبيرة وانا مرعوبة من اللي حصل لي قلت لها بقولك ايه؟ قالت لي قولي يا فرح. ايه الدم ده؟ انا خايفة قوي وبطني عمالة توجعني. ابني وحطت ايديها على بقي. اوعي تتكلمي خالص ولا تقولي لحد على اللي حصلك. قلت لها برعب ليه؟ هو انا كده هموت؟ بتشدني ودخلتني اوضتها وقفلت علينا الباب وقعدتني قدامها. انها تحكيلي وعيونها كلها دموع. بصي يا فرح، هو انت دلوقتي ما بقيتيش صغيرة ولازم تعرفي اللي بيدور حواليكي علشان ما تضيعيش زي ما احنا ضعنا. اللي برا ده مش ابونا، احنا ما نعرفش اهالينا فين اصلا. بنات اتخطفنا من اهالينا من واحنا صغيرين. ده ربانا وكتبنا على اسمه علشان يضمن بس وجودنا. خضة هو ايه اللي انتي بتقوليه ده ابويا. قالت لي لا يا حبيبتي، هو في اب هيعامل عياله كده؟ هو ابونا بجد. كل فترة هيدخل علينا ببنت جديدة ويقول دي اختكم خلي بالكم منها. قلها خوفتيني وما بقيتش فاهمة اي حاجة. هو ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بفوايك قبل ما تضيعي. انا زمان كنت زيك كده. لكن اللي حصل انا زمان كنت اكبر بنت في البيت وكل البنات الموجودين كانوا اصغر مني. من اول ما بلغت رحت قلت للراجل اللي برا ده. طبعا فرح جدا وعمل حفلة من كتر ما هو كان مبسوط. اليوم ده ابتدت معاناتي بجد، ولاني كنت بنت الراجل اللي اشتراني دفع فيا فلوس كتير. كان بتعدي وابوكي ياخدني من الراجل ده يديني للراجل ده. سنين بتعدي واخواتك التانيين بيبلغوا هما كمان. فان البنت دي بلغت ياخدها ويبيعها زي ما عمل معايا بالظبط. اننا غلطت وحملت ابوكي بيسقطها. شفنا مرار مش عاوزينك تشوفيه. ابوكي يعرف ان انتي بلغتي لان هو مش هيهتم بسنك. هيبيعك بسعر كبير قوي لأي راجل هيطلب بنت بنوت. قلتلها بس انا صغيرة ومفيش راجل هيبصلي. عبيطة، الرجالة المريضة دي في منها كتير، والرجالة الفترة دي بتطلب الصغار اكتر من الكبار. لاني دخلت البيت ده وانا صغيرة جدا كنت فاكرة ان كل اللي في البيت دول اخواتي وان اللي موجود في البيت ده ابويا. انا ابتديت اربط الخيوط كلها ببعض وعينيا فتحت. دركت الكارثة اللي احنا فيها. عندي الايام وانا معظم الوقت بقضي في اوضتي وبستخبى اول ما ابويا بيجي. يوم بسمع واحدة من اخواتي بتعيط. اختي دي اصغر مني بسنة. مش فاهمة هي بتعيط ليه. بستنى لما ابويا بيمشي واشوفها هي بتعيط ليه. مالك؟ لقيتها منهارة من العياط وبتقولي يا ابويا عاوز يجوزني. لسه صغيرة ومش عارفة يعني ايه جواز اصلا. اختي الكبيرة وقلتلها هو بجد هيجوزها؟ قالت لي يا ريت. بيجوز؟ هو بيبيع بس. طيب هو ايه اللي عرفه انها بلغت؟ قالت لي هي اللي راحت قالت. طيب ما تعرفي كل البنات الموجودين عن حقيقة ابونا. قلت يا ريت ينفع. انا عرفتك علشان انتي جيتي عرفتيني. كتير والراجل اللي برا ده عامل زي الحوت، مهما تجيبله فلوس ما بيشبعش. قلتلها طيب ما تيجي نهرب ونبلغ عنه. بتقولي الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي هو بقى كبير قوي. كان مش شغال لوحده. قلتلها يعني ايه؟ قالت لي دي عصابة ومحدش يقدر عليهم غير ربنا. بتكلم مع اختي ابويا دخل. اول ما شافني قال لي تعالي يا بت، ده انا نسيت ان انتي موجودة. اصلا انا كنت تعبانة شوية. قرب مني ومسك ايدي وابتدى ان هو يلف فيا ويبص على جسمي ويفصصه بعينيه. بلغتي ولا لسه؟ اترعشت وخفت وقلت له لسه.
جسمك بقى مخروط، مش مهم بقى بلغتي ولا لأ، المهم إن الجسم بقى عود. لأختي الكبيرة وقال لها جهزيها دي هتطلع بكرة، زباينها كتير. حسيت بالخوف وقلبي اتقبض وما كنتش قادرة اظبط انفاسي من الرعب والخوف اللي انا كنت فيه. هي مسكت ايدي ودخلتني الأوضة علشان تجهزني. طلع بعياط وقلتلها هتعملي ايه؟ اعمل معاكي زي اللي انا بعمله مع كل البنات. قلتلها هون عليكي. ضحكت بسخرية وقالتلي ما نهان عليا نفسي. هدومك يا فرح علشان اخلص. بصيت لها وفضلت اعيط واترجاها علشان تنجدني او تخليني اهرب من البيت ده. كنتش عارفة افكر. في يوم وليلة كل حاجة بتتغير. الراجل اللي انا كنت فاكراه ابويا وبيحبني مرة واحدة اكتشفت ان هو مش ابويا. بيع البنات للي يدفع فلوس اكتر. جهزتني من غير ما اوضح كتير. هي خلتني زي اي عروسة في يوم دخلتها. تاني يوم الراجل اللي انا كنت فاكراه ابويا بيقرب مني. قولي الراجل اللي انتي رايحاله ده لو جاب منك شكوى واحدة انا هقتلك. مش بهدد. الراجل ده زبوني من زمان وانا مش مستعد اخسر فلوسه. يدفع بالدولار. ولولا ان هو اختارك انتي انا كنت استحالة ان انا ابعتك. انا برضو ده اول يوم ليكي وانا عارف ان انتي ممكن تعصلجي معاه. عامة اديني بواعيكي. اي غلطة منك هيكون قصادها موتك. راسي وانا مرعوبة. الراجل اللي انا كنت فاكراه ابويا سابني واقفة على جنب. قرب من الراجل اللي كان جاي بعربية فخمة واستلم منه الفلوس. قاله زي ما سلمتك بنتي تسلمها لي. الراجل ضحك وقال له عيب عليك، هي دي اول مرة؟ رد عليه ابويا وقال له المرة دي غير اي مرة. انت واخد مني بنت بكر خام ودي اول مرة ليها ومش بعيد تحاول ان هي تهرب منك. الراجل قال لابويا عيب عليك، ده حتى يبقى عيب في حقي. ايدي وشدها بعنف ودخلني العربية. طول الطريق وانا كنت ساكتة وخايفة وحاسة بالرعب. اللي كان قاعد جنبي كان يخوف وكان بيبصلي بشهوة. كان عمال يحسس بإيده على جسمي. أنا كنت عمال ارتعش ولكن هو ما كانش مهتم. بعد شوية وقت بنوصل قدام عمارة. الراجل بينزل وبيمسكني من ايدي. نطلع انا وهو شقة شكلها غريب. كانت مفروشة وكان فيها حاجات كتير قوي بتوحي ان هو اشترى الشقة علشان القرف اللي هو بيعمله. وصلني لحد اوضة النوم وقال لي افتحي الدولاب هتلاقي حاجات كتير قوي هتعجبك. البسي اللي يجي على مقاسك. هيا وجايلك. قفل عليا باب الأوضة وحسيت اني منهارة وفي نفس الوقت مرعوبة. قلت افكر وانا خايفة اصلا انا مش هقدر اعمل حاجة زي دي. هي جت على حاجة نحاس ديكور وكانت محطوطة في الأوضة. مسكتها من غير اي تفكير. لقيتها تقيلة. اكيد لو ضربته على راسه بيها هيفقد الوعي واقدر اهرب. ورا الباب ومسكت في ايدي القطع النحاس. كنت خايفة قوي وما كنتش عارفة الخطة هتنفع ولا لا. إن قلت لنفسي في الوقت ده انا كده كده ميتة. قلت ان انا جمد قلبي. بعد شوية وقت الراجل فتح الباب. اول ما دخل الأوضة انا خبطته بالصندوق النحاس على راسه علشان الصندوق كان تقيل جدا وانا خبطته بكل قوتي. هو بصراحة فقد الوعي او ممكن مات. انا معرفش. كل اللي شفته قدامي دم وبس. وطلعت اجري من الشقة. انا كنت عمالة اجري في الشوارع وما كنتش عارفة رايحة فين. فضلت اجري من الخوف. ما كنتش حاسة بنفسي. لكن كل اللي انا عارفاه ان انا فضلت اجري لحد ما رجليا وجعتني. من التعب نمت وسط الاشجار
وتاني يوم صحيت من نومي على ست كبيرة كانت بتصحيني قدامها وانا خايفة. قربت مني وطبطبت عليا وقالت لي مالك يا بنتي؟ قلت لها انا جعانة وعطشانة. قالت لي يا حبيبتي يا بنتي بس كده، تعالي وانا اكلك واشربك. مدت ايدي ودخلتني بيتها. بيتها كان عبارة عن بيت من الخشب، مثلي فطاير وفاكهة ولبن، ومعاملتها ليا كانت طيبة قوي. اتأكدت ان انا اكلت وشبعت سألتني هو انت منين وايه اللي جابك هنا؟ شكلك غريب عن المكان، وكمان لبسك مش زي لبس اهل الريف. ها يعني ايه ريف؟ قالت لي هو ده الريف، عكس المدينة في كل حاجة. المدينة البيوت فيها بالطوب، لكن هنا البيوت بالخشب. احنا هنا بنعمل كل حاجة بنفسنا، نزرع ونحصد ونربي المواشي وبنعمل قشطة وبنعمل جبنة وبنروح نبيعها لأهل المدينة. انتي من لبسك يا بنتي باين عليكي ان انتي بنت ناس أغنية. كنت ساكتة شوية علشان أفكر أقول لها ايه، لأن استحالة هرجع المدينة تاني. نفس الوقت أنا كنت هتجنن. أنا قلت ازاي وصلت الريف، لأن المسافة ما بين المدينة وما بين الريف كبيرة قوي. أولى الخوف يخليني أمشي المسافة دي كلها. شوية تفكير قررت إن أنا أكدب على أم حمدي، وقلت لها أنا مش فاكرة أي حاجة. لا أنا فاكراه إن ماما توفت، ومش فاكرة أي حاجة بعد كده. خدتني في حضنها وقالت لي يعني إيه، هو أنت حصلك حادثة؟ ممكن. أنا مش عارفة حاجة ولا فاكرة أي حاجة. خلاص يا بنتي ما تخافيش، انتي من النهاردة هتعيشي معايا. انا ما عنديش بنات وهعتبرك انتي بنتي. هو انتي ما عندكيش اولاد؟ قالت لي لا انا عندي حمدي. ما كنتش بخلف وربنا رزقني بحمدي، جالي على شقة ربنا رزقني بيه وانا على كبر. انا شايفاكي قاعدة لوحدك. قالت لي اه ما هو حمدي وابوه بيشتغلوا دلوقتي. عرفت منها انهم شغالين في الارض، بيزرعوا ويحصدوا وبيراعوا المواشي. حمدي راحت جابت لي هدوم من هدومها وقالت لي البسيها لحد ما اروح اجيب لك هدوم على مقاسك، لان هدومك اتبهدلت من الطين. قلت لها حاضر ودخلت غيرت هدومي. بعد المغرب حمدي وابوه رجعوا من الغيط، واول ما شافوني استغربوا. حمدي بيقول لام حمدي ما ينفعش تعيش معانا، انتي ناسية حمدي ابنك في البيت، اذا اهل الريف يتكلموا علينا. حمدي قالت لأبو حمدي حرام، هي البنت هتروح فين؟ قلت له بقولك ايه، البنت باين عليها 14 15 سنة، اصبر سنة ولا 2 وانا هجوزها لحمدي. حمدي قال لها ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ قالت له زي ما سمعت، غلبانة وملهاش قال، وما شاء الله عليها جميلة جدا وحلوة. انت لو فكرت تجوز ابنك محتاج مهر وفلوس كتير قوي، دي هتخدم وتفضل تاكل وتشرب معانا، محتاجة مننا مهر. حسبتها شوية هتلاقي ان احنا اللي كسبانين. يا عم على كلام الناس انا هقول لكل الناس ان دي خطيبة ابني. قالوني اهلها فين او بنت مين، هقولهم ان هي بنت حد قريبي من المدينة. حمدي بيقتنع بكلامها، لكن حمدي ما بيكونش مقتنع خالص، لان هي بالنسبة لحمدي عيلة. ده انا بكون قاعدة برا، وعلشان البيت صغير انا بسمع الحوار اللي بيكون داير ما بينهم. حمدي وحمدي بيخرجوا من الأوضة وبيرحبوا بيا وبنقعد نتعشى كلنا مع بعض. ايام بتعدي وام حمدي بتعلمني كل حاجة خاصة بالريف. علمني احلب الجاموسة واخبز فطاير وعيش، وبتعلمني الطبيخ، وبصراحة بتعجبني عيشة الريف قوي. حمدي بتحاول تقربني من حمدي وبتحاول تخليني اعمله الاكل اللي هو بيحبه، اروح اوديهوله الارض علشان يتغدى، وطبعا انا بعمل كده كل يوم. مع حمدي يتعود ياكل من ايدي وبيتعود على وجودي. سنة على وجودي في الريف، وانا وحمدي بنتعلق ببعض جدا، يكون في ما بينا اعجاب واضح.
مامة حمدي بتقرر ان هي تجوزنا. لما بتاخد رأيي بوافق على طول، وحمدي كمان بيوافق. كتبنا وبنعمل فرح وبنعزم أهل الريف كلهم. بيكون حلو جدا وانا وحمدي بنكونوا مبسوطين. الفترة دي بالنسبة لي حياة جديدة، واي حد يشوفني يقول ان انا من الريف وتربيت وعشت في الريف. من حبي في المكان بقيت نسخة من بنات الريف. اصحى بدري ارعى المواشي والطيور واخبز فطاير وعيش، اعمل جبنة وزبدة وقشطة. كده مامة حمدي كانت راضية عني لدرجة ان هي طلبت مني ان انا اقول لها يا ماما. حمدي لما بنتجوز بنعيش في البيت مع حماية وحماتي. احنا مع بعض بتكون حلوة قوي لاننا كنا عايشين مع بعض بقالنا فترة، وعارفين ايه اللي بيزعلنا وايه اللي بيفرحنا. حاجة بتكون مثالية وحياتي بتكون حلوة قوي. قررت اني انسى اللي فات واعيش حياتي مع ناس يحبوني بجد. طبعا بعد الجواز حمدي سألني كتير عن اهلي، وحاول يعرف مني اي حاجة عن الماضي بتاعي. لكن انا خفت اللي احكيله، وخفت لما يعرف الحقيقة يسيبني. انه كان غيور جدا، ومن النوع اللي هو كان بيحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة. قريب من جوازي ربنا بيرزقني بالحمل. داية بتكشف عليا وبتأكد اني حامل. حمدي واهله بيفرحوا جدا، لان ام حمدي فاكرة ان انا هتأخر في الحمل لاني كنت صغيرة في السن. حملي بتكون صعبة، لكن بصراحة ام حمدي كانت شايلاني على كفوف الراحة. بتخدمني وبتجيبلي كل اللي انا نفسي فيه، ما بتخلينيش اتحرك من مكاني غير وانا داخلة الحمام. اعزكم الله. الشهر التاسع مامة حمدي بتقرر ان انا اولد في المدينة، لكن انا برفض. فلارجع المدينة ولو حد من اللي انا اعرفهم يشوفني. حمدي بتكون خايفة عليا وبتقولي انت بكرية وما ينفعش تولدي في القرية غير لما تولدي مرة او اتنين في المستشفى. انا برفض وبصمم ان انا اولد في البيت. حمدي بيكون خايف عليا، مستغرب ايه اللي مخليني رافضة ان انا اروح المدينة. لكن علشان الوقت ده انا بكون تعبانة هو بيسكت. في اسبوع من التاسع وبيجيلي طلق الولادة، وعلشان طبعا انا بولد ولادة بدائية انا بتعب جدا. انا بحاول اني اتحمل لاني بكون خايفة من المدينة ومن اهلها. بيقف معايا وبولد وبجيب ولد عسول. حمدي بيفرح بيه قوي. اي حاجة من اللي كان عاوز يحاسبني عليها. عدي الايام وانا بقرر اني البس النقاب، لكن حمدي بيستغرب من الخطوة دي. لكن انا بقوله ان انا عاوزة اخبي وشي زي ما ماما الله يرحمها كانت بتعمل. انا بكدب عليه كالعادة لاني مش فاكرة امي ومش فاكرة اذا كانت بتعمل كده ولا لا. يصدقني والسنين بتعدي، وربنا بيرزقني من حمدي ببنتين وولدين. بيكونوا كل حياتنا، بنكونوا مرتاحين جدا وحياتنا مستقرة. مش اي حاجة غير ان احنا بنزرع ونحصد، وعلى قد الريف ان في مشقة لكن في مناظر بتهون. مرور السنين اهل حمدي بيتوفوا وبيسيبولنا البيت، ولكن انا بحزن جدا على اهل حمدي لان هما كانوا بالنسبة لي اهلي. حماية وحماتي هما كانوا بالنسبة لي الامان، السند والظهر بجد. صدقوني لو قلتلكم ان ام حمدي كانت بتدافع عني، تزعلني تتخانق فيه وممكن تخصمه بالايام لحد ما يجي يراضيني ويصالحني. ماما اقول عليها حما لانها كانت ام بمعنى الكلمة. حاليا عايشة في الريف مع جوزي وولادي. ولادي يشتغلوا في المدينة وربنا كرمنا دلوقتي. كانت ظروفنا المادية صعبة، لكن احنا دلوقتي مرتاحين ماديا. قررت اني اجوز بناتي في الريف مع ان هما مش راضيين على القرار ده. انا خايفة عليهم من المدينة ودوشتها، وهم اكيد مش هيكونوا قدها. ده اللي بيحصل فيها، ولحد النهاردة انا مش عارفة الراجل اللي انا ضربته مات ام لا.
معرفش برضو الشبكة اللي شغال فيها الراجل اتمسكت أم لأ. من يوم ما هربت وربنا نجاني بصلي وادعي ان ربنا يوقعهم في شر اعمالهم. جد البنات اللي ملهمش ذنب، ربنا يحفظ بناتنا وبناتكم.